بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مشاهدينا المحترمين على اليوتيوب، بتمنى نحركم لايك وشير ونشترك في القناه عشان يوصلكم كل جديد، ونصلي على النبي في الكومنتات عشان كلنا ناخد ثواب. فضل وليس امر نشترك في القناه بعد اذن حضراتكم. طبعا يا جماعه كلنا شفنا مباراه النادي الاهلي وسيراميكا كليوباترا. طبعا يعني الاهلي ما لعبش كوره، الاهلي كان سيء. الاهلي كان سيء، وده طبعا بسبب لعيبه اشباه لعيبه هي احلى ما في المباراه وافضل ما في المباراه. هي جماهير النادي الاهلي اللي ما سكتتش لحظه عن التشجيع فريقها وعن مسانده فريقها، ولكن لعيبه ما عندهاش دم. لعيبه ما عندهاش دم. وحكم عار، حكم فاجر. اكل يعني اقل ما يقال عليه، اقل حاجه الواحد يقولها عليه او يوصف بيها الحكم ده، الحكم ده فاجر. معرفش اسمه ايه ولا جايبينه من انهي داهيه اصلا. انا اول مره اشوف الحكم ده. انا اول مره من خلال متابعتي لمباراه الاهلي، اول مره اشوف الحكم ده. اعتقد اول مره يحكم للنادي الاهلي ان لم تخن الذاكره طبعا. منين الحكم ده؟ من انهي داهيه؟ جايبينه من انهي نصيبه ده؟ ايه الحكم ده؟ ايه الحكم ده؟ انت جنس ملتك ايه؟ انت من انهي داهيه؟ انت من انهي داهيه؟ درست فين انت؟ ولا اتعلمت فين؟ ولا داهيتك ايه؟ ازاي ضرب جزاء زي دي ما تتحسبش؟ ازاي ضرب جزاء زي دي ما تتحسبش؟ ولكن انا بلوم ايه اصلا؟ ولا بلوم على ايه اصلا؟ اذا كانت لعبتي اصلا شويه، يعني والله يا جماعه الواحد مش عايز يغلط بس عشان الناس احتراما للناس اللي بتتفرج عليه. ولكن انتوا والله يعني حرام اللي يعني الواحد يقول عليكم رجاله. والله حرام، انتوا ما تستحقوش الكلام ده وما تستحقوش اللقب ده. ما هو انا ما استناش ان التحكيم ينصفني. وانا ليه ما العبش؟ ليه ما العبش زي رجاله كده وزي لعيبه الزمالك؟ ليه ما العبش؟ نادي في وسط المشاكل دي كلها وهو المتصدر وهو وبيفوز والدنيا ماشيه والدنيا تمام، وانا مش عارف افوز. هو انتوا في ايه يا جماعه؟ هو انتوا معمول لكم عمل؟ ولا هي النفسانه وصلت معاكم لحد كده؟ يعني من كتر ما انتوا بقى بتبصوا لبعضيكوا، ها، في عقودكم، وده بياخد كام وده بيقبض كام، وصلكوا للي انتوا فيه دلوقتي. ايه ده؟ ايه الاداء ده؟ وايه القرف اللي احنا بنتفرج عليه ده؟ اقسم بالله بنقعد نتفرج عليكم بنقرف. قرفتونا. قرفتونا الله يقرفكم. اقسم بالله انتوا قرفتونا، اقسم بالله. يعني هقول ايه؟ طيب هقول ايه؟ منهم لله مجلس الاداره. منهم لله تاني مره مجلس الاداره. عشان ناس ما كانتش تحلم انها تلبس تيشيرت النادي الاهلي بسبب المجلس الاداره وبسبب عك مجلس الاداره وبسبب الصفقات الكيديه. الناس دي لبست تيشيرت النادي الاهلي. الناس دي فيروس في النادي الاهلي، وطول ما هي موجوده مش هناخد اي حاجه. ده ببساطه.